بصوا بقى البراونيز دي عاملاها بطريقه جميله جدا، مكوناتها القشره بتاعتها كمان لما تنشف اكتر من كده حاجه هايله جدا. عايزاكم بس هوريكم بتاع الفيديو دوت كله للنهايه، خليكم معايا. هحط كوباية سمنة او زبدة على النار في طاسة، اسيبهم يسخنوا معايا كده. اول ما الاقيهم بدأوا يغلوا كده يدوا للفوران، هحط عليهم كوباية شوكولاتة انا عاملاها اقتصادية في البيت، هنزلها لكم في صندوق الوصف. وكده هسيب الخليط ده لوحده كده على جنب بعد ما اقلبه، عشان ادخل في المرحلة التانية. هنزل 3 بيضات في بولة وعليهم رشة فانيليا وكوباية سكر، هقلبهم كويس جدا مع بعض. وهبدأ انزل بخليط الشوكولاتة والسمنة اللي انا عملتهم في الاول. هقلب المكونات دي مع بعض زي ما انتم شايفين. وبعد كده هبدأ اجيب بقى مرحلة الدقيق والكاكاو. هنا هحط نص كوباية دقيق، عليها ربع كوباية كاكاو خام اسباني. بيدي طعم حلو قوي، لان الشوكولاتة عندي هنا فيها سكر وحاطة سكر، فهستخدم كاكاو خام اسباني. هقلب بالطريقة دي لغاية لما اخلط المكونات دي مع بعضيها. وطبعا البراونيز ما بيتضافلهوش ولا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا ولا اي حاجة، هي كل مكوناته كلها بدون مواد حافظة. فهبدأ بقى اجيب صينية مقاس 20، وهكون حاطة فيها ورقة زبدة. هنزل عليها زي ما انت شايفة كده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20 دقيقة بالظبط. هطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كان الشكل الجميل بتاعها. البراونيز طالع هش وجميل. وعايزه اقول لكم طعمه تحفه الشوكولاته جدا. بصوا كده كانت الشوكولاته جميله جميله جدا جواه فيه. بطريقه يعني مش قادره اوصفها لكم. جربوا الوصفه اللي رايكم فيها في التعليقات، ولايك وشير لو عجبكم.